خروج مستحق للنادي الاهلي من دوري ابطال افريقيا. تخطيط الموسم ده كله من الاول كان كارثه، ودي النتيجه ان هي اللي يستحقها الكارثه اللي اتعملت في اول الموسم. والحقيقه ان هي مش من اول الموسم بس، انت بقالك سنين بتخطط غلط لحد ما وصلت اللي انت فيه النهارده. تخيل ان الترجي التونسي منذ نشأته، من ساعه ما اتعمل نادي اسمه الترجي التونسي، عمره ما كسبك في القاهره، وعمره ما كسبك رايح جاي. هو طالما ما كسبكش في القاهره يبقى عمره ما كسبك رايح جاي. النهارده عشان يتبروز خسارتك وفضيحتك، انت بتخسر رايح جاي من الترجي. مش من الترجي في البيك بتاعه، مش الترجي بتاع يوسف البلايلي، مش ترجي يوسف المساكني في 2011، لا لا لا، من الترجي اللي لسه بيكون فرقه وجيل جديد واعمار فيهم سنيه صغيره باستثناء قلبين الدفاع. تخيل ان انت من الترجي من النسخه دي حققوا اللي محققوش اجيالهم السابقه. فعشان كده بقول لك خروج يستحقه اداره، جهاز فني ولاعيبه، بس الاساس في الخروج الاداره. زي ما حضرتك يوم ما بتكسب الدنيا كلها بتطلع لك وبتسقف لك، لما تيجي تخسر بالشكل ده الناس لازم تنتقدك. واللجان بقى اللي شغاله تطبيل للمجلس وبتاع، يا عم ريح، يا عم ريح. المنظر اللي كان فيه الاهلي النهارده ده لا يسر عدو ولا حبيب. وبالمناسبه يعني لو كنت عديت الترجي كنت هتخرج من سان داونز، ولو عديت سان داونز هتخسر في الفاينل. انت مش كل سنه ربنا هيسترها معاك. خليني اقول لك وازيدك من الضحك كده شويه بيت. فرقه الترجي المكونه النهارده حضرتك شفتها دي، قيمتها التسويقيه والفلوس اللي اتصرفت حتى على مرتبات اللعيبه فيها، اقسم بالله ما تجيش مرتب 2 3 في اللعيبه. ما تجيش مرتب زيزو وتريزيجيه وبن شرقي. يعني زيزو ده بياخد له 80 90، تريزيجيه زيه، وبن شرقي بياخد مليون 800 الف دولار في الموسم. الثلاثه دول ما يجيش مرتبات لعيبه الترجي كلها، تخيل. بل بيفوق مرتباتهم. الترجي التونسي وصن داونز الاثنين اللي موجودين في نص نهائي افريقيا كانوا معاك في كاس عالم للانديه. شوف فلوس كاس عالم للانديه اللي هم خدوها زيك زيهم، هم عملوا بيها ايه وانت عملت بيها ايه. ده الفرق. يعني انت بدايه من الموسم ده دخلك دخل كبير من كاس العالم للانديه، ودخلك دخل من بيع وسام ابو علي. قول لي انت كده عملت بيهم ايه؟ ده النهارده يا مؤمن الاهلي في الشوط الاول 60 شوطه على الجون. انا مستني المهاجم اللي يكمل، مهاجم واحد كره واحده يعمل فيها فولو. شوت لعيبه الاهلي في نص الجون يصدها بشير ولا سعيد بن بشير. ده المتابعه بقى، المتابعه الفولو ده محتاج مهاجم، ما بيحصلش. تخيل ان الجون التعادل اللي دخل فيك من المهاجم الوحش اللي كان واكل ياسر ابراهيم مهاجم الرياض على مدار الذهاب والعوده، بالمناسبه اصلها خطا في الباص من بن شرقي وهو مهاجم تسعة، لان هو راجل مش محطه، ده مش مكانه. انت كنت محتاج مهاجم كلاسيكي في اول موسم، انت عملت ده. فلوس عبد المنعم اللي انت خدتها من كام سنه عشان تعوضها ب 4 مليون يورو تقريبا، قول لي كده عملت ايه بال 4 مليون يورو؟ رحت جبت كام مدافع؟ 6 7 مدافعين. رحت جبت مصطفى العش، احمد رمضان بيكهام، هادي رياض، عمرو الجزار، والله دول اللي فاكرهم. وطبعا اشرف داري بفلوس اشرف داري بمرتبه. كل ده اكتر من 4 مليون يورو بالضعف مثلا. انت ماشي غلط، انت ربنا سترها معاك بقالها سنين. انما الحقيقه والواقع ان انت كنت لازم تتفضح في موسم، وده موسم الفضيحه يليق بينا بقى بصراحه. يعني خروج من الكاس، خروج من الرابطه، خروج من دوري الابطال، والصياح لسه في الدوري بالمناسبه. ما هو بيراميدز خرج زيه زيك النهارده، صح كده؟ هو هيركز في الدوري. والزمالك لو ربنا كرمه وكمل في الكونفدراليه غالبا بنسبه كبيره ممكن ما يركزش حتى في الدوري. انت ممكن تطلع تالت، انت ممكن حتى دوري الابطال ما تلعبهاش السنه الجايه، وكاس عالم بتاع 29 بيتاهل على 4 نسخ. فانت خسرت واحده من طلوعك من سان داونز السنه اللي فاتت، ودلوقتي من الترجي، والسنه الجايه ممكن ما تلعبش اصلا دوري ابطال افريقيا. يبقى ناقص لك سنه واحده لازم تكسب فيها عشان تلعب كاس عالم انديه تاني. هرجع لنقطه ان سان داونز والترجي خدوا فلوس، عملوا بيها ايه وانت عملت بيها ايه؟ الترجي اللي كان بيعق في اول السنه لما حب يلحق نفسه افريقيا، راح جاب مدرب متمرس في افريقيا زي باتريس بوميل. الراجل كان مساعد هيرفي رينارد لما خدت زامبيا افريقيا، كان مساعد هيرفي رينارد لما خدوا الكوت ديفوار افريقيا، كان مساعد هيرفي رينارد في تدريبه المنتخب المغرب. الراجل درب في مولودية الجزائر سنتين. انا بكلمك على احتكاكاته الافريقيه. انت بقى جبت مين؟ جبت مدرب اسمه ياستروب، مش اسم عظيم ولا اسم قليل، بس الراجل كل تجاربه كوبنهاجن الدنماركي، ميتلاند في الدنمارك، اوجسبورج في المانيا، وانديه متوسطه جدول في البلاد دي. فانت جايب واحد ما يعرفش يعني ايه افريقيا. الراجل كان عايز يقول يا جماعه انتوا بتصيحوا ليه في الدوري ما بتعادل؟ ما ده عادي. ايوه يا حبيبي عادي لما انت تكون ماسك نادي منتصف جدول فتتعادل مثلا مع بايرن ولا دورتموند
في المانيا، فربنا يكرمك ده بالنسبه لك عيد، انما في الاهلي لا. زمالك تجربه جون ادوارد اللي كانوا بيسخروا منها اول السنه، وانا هتلاقي فيديوهاتي موجوده، وكنت بقول سيبوا الراجل يكمل. اول مره الزمالك بقى عنده مدير رياضي بيتحكم في كل امور الكوره، فنجح ولا فشل استنى بعد نهايه الموسم. جون ادوارد لما لقى الدنيا بتعك منه بالراجل البرتغالي اللي كان معاه في اول السنه، فييرا ده ولا فيريرا، راح جاب مدرب محلي يكمل بيه السنه. انت بقى عملت ايه من بعد كولر؟ انت رحت جبت كملت بعماد النحاس الدوري السنه اللي فاتت، وفي بدايه السنه وفي بدايه الموسم رحت جايب مدرب اللي هو ريبيرو اللي في اورلاندو بايرتس، اللي كان بيدرب اورلاندو بايرتس، يمسكك في اهم بطوله في حياتك، كاس العالم للانديه، اللي كنت ممكن تطلع بيها بفلوس اضعاف مضاعفه من اللي انت طلعت بيها. عشان كده بقول لك خروج يستحقه مجلس الاداره واللي حواليه. يا جماعه العالم كله حواليك بيخطط، العالم كله حواليك بيبقى عنده هيد اوف سكاوتنج، هيد اوف ماركتنج، سبورتس دايركتور. بقول لك الزمالك اللي هو حسين لبيب عاكك الدنيا، هو مجلسه بقالهم سنين، راحوا جابوا مدير رياضي وهو في الاساس مدير تعاقدات عشان يعمل حاجه، وحتى لو لبس أو في حد هيلبس للجمهور يتصدى للجمهور. انت ايه؟ انت انا كاي واحد اهلاوي في الدنيا تيجي النهارده تقول مين يتحمل الخروج مثلا؟ عد الاسامي معايا. هل كابتن محمود الخطيب بصفته رئيس النادي؟ هل استاذ ياسين منصور بصفته نائب الرئيس مع انه لسه كسبان الانتخابات بقاله 4 5 شهور؟ هل هو كابتن سيد عبد الحفيظ المشرف العام دلوقتي على الكوره بامر الكابتن محمود الخطيب؟ ولا كابتن محمد يوسف المدير الرياضي؟ ولا كابتن زكريا ناصف وكابتن مختار اللي هم في لجنه التخطيط؟ ولا كابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره؟ ولا مين؟ يعني انا يوم ما ازعل كمشجع للاهلي الوم مين؟ ما اعرفش. طب انا يوم ما الاتحاد الافريقي يدوس على وشي، يعني بالمناسبه انا كسبت التحكيم اتكلم فيه دلوقتي، لانه الاهلي اتذبح طبعا ذهاب وعوده خلاص. الترجي استحق على طريقه اداره بومل للذهاب والعوده، انما على مستوى التحكيم طبعا كوارث. ضربه الجزاء الهبله اللي اتحسبت في الذهاب، في المقابل انت كان ليك واحده اشرف بن شرقي، والحكم اللي ظلمك او اللي داس عليك شويه او جه عليك شويه بكره هيبقى موجود في الفار في ماتش نهضه بركان، يعني ما استبعدش اصلا من البطوله بسبب اخطاء. يعني انت مالكش دور، انت مالكش لازمه كاهلي، يعني شكوتك دي على الله. ولما اشتكيته في اول السنه قدام ايجي النوار لما طرد جراديشار برضه محدش سمع صوتك وجابوه لك تاني. انت ضعيف. لما تيجي في العودة دلوقتي تبقى ليك كرة اليو ديانج اللي محمد امين توجاي فرم اليو ديانج. على فكره محمد امين توجاي كان قايم عارف انه هياخد طرد، وحياة ربنا عيد اللقطه دي تاني، شوف نظرات محمد امين توجاي للحكم، عارف انه غالبا هيطرد، فيجي الراجل اللي اسمه جيد ده الحكم المغربي ما يطردوش ومفيش فار يرجعه، وصياحك قبل الماتش بيومين 3 عشان انت عايز تستأنف على عقوبة الجمهور، فما بتعرفش، والاتحاد الافريقي بيأجل الاجتماعات. انت ضعيف. ليه بقى انت ضعيف؟ لان انت مالكش كوادر جوه الاتحاد الافريقي. ده اللي الله يرحمه عمرو فهمي كان بيتكلم عليه. لازم مصر او الاهلي او الزمالك والله، حتى لان حتى الزمالك لما يجي يلعب في بطولة افريقيا السنة الجاية هيواجه النوع ده من الظلم على فكرة. فليه؟ لان انت مالكش كوادر، ما بقاش ليك كوادر موجوده في الاتحاد الافريقي، فاللي عايز يظلمك بقى بيظلمك، ما انت مالكش لازمه، انت لما هتصيح لمين يعني؟ فتيجي النهارده امين توجاي ما يطردش وعايز اعكس الموقف، لو الترجي التونسي بيلعب الاهلي والاهلي يتحسب له ضربه جزاء عبيطه زي دي في الذهاب، وواحده زيها النهارده في العوده ايسلاند فيها دايفنج خلاص، وما بيطردش لعيب مدافع في النادي الاهلي، الترجي التونسي كان عمل ايه؟ الراجل اللي هو خلي بالك بعيد على المشهد بقاله كام سنه، يعني بعيد. فاينل افريقيا حتى وصلوا مع الاهلي كان بسكواد عادي يعني الترجي مش حتى مش ترجي 2018 و19، ومش ترجي يوسف المساكني يعني لما كان صغير. كان عمل ايه؟ كان رئيس نادي عمل ايه؟ ده الفرق. انت لا انت قوي بره الملعب في حقوقك ما بتعرفش تجيبها، ولا انت قوي حتى في اختياراتك للاجهزه الفنيه اللي بتدير النادي. النهارده اجهزه فنيه بتدير الفرقه، يعني انت النهارده ياستروب ده هيبقى المدرب الرابع اللي تمشي. يعني انا في موسم واحد دربني عماد النحاس تاني، لا تاني ابدا من الموسم اللي قبليه كولر مشي، جه عماد النحاس شويه عشان نكمل الدوري، بعدها ريبيرو، بعدين فشل ريبيرو فجبت عماد النحاس، وبعدين ياستورم. في انهي عصر في انهي تاريخ حصل للاهلي نفس اللي حصل معاه الموسم ده؟ مش هتلاقي. وليه ما تحطش نقطه كده وتشد سطر وتقول انا غلطت، تقول انا اخطات، تقول انا سايب نفسي لشويه جهله بيديروا واحده من اكبر مؤسسات الرياضه في مصر. ليه ما تقولش كده؟ طيب الكلام ده كله كان عن اخطاء الاداره بره وجوه الملعب، نتكلم على الجهاز الفني. ياستروب مش ابيض يا ورد خلاص، بس هو مش الراجل الصح في المكان الصح ولا في التوقيت الصح.
يستروب بيدرب نوعيه معينه من الفرق مش النادي الاهلي. ولو انت كلمت الراجل النهارده هيقول لك انا في اول موسم ليا في الاهلي انا واصل ربع نهائي افريقيا في البطوله الكبيره. ايه المشكله؟ لان انت اختياراتك من الاساس كانت غلط. وانت دايما بتغلط بس ربنا بيسترها معاك، وزي ما سترك ربنا بموسيماني وقت 2020، وسترك بكولر اللي جه عمل نظام وجيت انت فركشت له النظام لما مشيت له سيد عبد الحفيظ والمترجم بتاعه. هتعاني عقبال ما تختار مدير فني جديد. ده لو عرفت تمشيه اصلا، لان انت ما شاء الله لحد دلوقتي بتدفع لثلاث اربع مدربين، فربنا يديك الصحه يعني. حتى لما قعدت مع علي ماهر في نص الموسم بعد مشي روبيرو وعرضت عليه حاجه، عرضت عليه انه يبقى مدرب مؤقت، مع ان الراجل مسك فرقه كبيره وكان بيتنافس على الدوري، هي سيراميكا في وقتها يعني. يعني حتى لما بتيجي بتفكر بتيجي في الاخر تشغل دماغك برضو بالغلط. فاداريا انت فشلت، اختياراتك للاجهزه الفنيه فاشله. طب تعالى نتكلم على اختيار العناصر اللعيبه، ودي اهم حته بالنسبه لي. لان انا بص، انت ممكن تحلل كوره، تحلل اخطاء لعيبه على المستوى الفردي، تحلل خطط لعب والكلام ده كله، بس الكوره دي عشان احنا مارسناها ولعبناها ففيها كده حميه ما مش بتتقلك في اوضه اللبس، بتبقى عندك، هي عندك هي مش عندك. بص، ممكن تبقى امهر لعيب في الدنيا، يعني انا بالنسبه لي اصلا نيمار ده واحد من اكتر اللعيبه موهوبه في تاريخ الكوره، بس ما عندوش الجزه دي، في جزه كده مش موجوده عند نيمار. فعشان كده انا بحب كورته واتفرج على فيديوهاته الضحك او الترقيص يعني على السوشيال ميديا او اليوتيوب. انما لما احب يبقى عندي لعيب فعال على الجون مش هختار نيمار، هختار حزقه كريستيانو دي. فالاهلي حاليا بيفتقد بقى الحته دي. على رغم كل الاخطاء دي كان ممكن تعدي لو عندك الحميه والجزه اللي انا بتكلم عليها دي. الحميه والجزه دي اتسحبت من الاهلي من بدايه من الموسم ده كمان بالذات، لما قررت تمشي تبطل عمرو السولية. يعني انت كنت بتطفشه، وعلي معلول واكرم توفيق ورامي ربيعه، الاربعه دول عندهم دي ان ايه الاهلي، دي وجهه نظري، وعندهم الجزه اللي اتزرعت فيهم من جوه النادي الاهلي. السولية جه في 2015، الربيعه من الناشئين اصلا الاهلي ولعب سنين غير الاصابات، اكرم توفيق صعد او الاهلي اشتراه من ام من 2016، وعلي معلول 2016. اللعيبه دي جوه الفرقه كان بقى لها 8 9 سنين، في حزقه كده وشخصيه كابتنه هي حتى مش عند محمد الشناوي، وكانت موجوده السنين اللي فاتت. لو العيال يا شباب دي كانت موجوده محمد الشناوي السنين اللي فاتت، كانوا بيساعدوه في اداره الفرقه. دي مش موجوده في الاهلي. هقول لك حاجه وما تاخدهاش بضحك، انا اشرف بن شرقي من اعلى كواليتي اللعيبه اللي جم في مصر عامه يعني، بس ما عندوش دي، ما عندوش الجزه دي، بحسه لعيب شيك قوي، لعيب حريف. دي ليها انديه بتلعب فيها، مع احترامي والله مش بقول في اخر السنه يمشي اشرف بن شرقي ولا زيزو ولا امام، مش قصه كده. انت تخطيطك اصلا للفرقه كله غلط، انت رحت دعمت في مركزين ثلاثه وسبت بقى الفرقه فاضيه. مش دي ازمتي ان انت في جزه كده في الاخر مش موجوده. خساره النهارده 3-2 دي بتفكرني بموسم 2015 اللي الاهلي طلع فيه من نص نهائي كونفدراليه قدام اورلاندو بايرتس، لما خسر هنا برضو في مصر 3-2 4-2، لما محمد نجيب وسعد السمير كانوا عملوا كوارث في الدفاع. وقتها السنه دي كانت سنه انتخابات برضه، كان كاسبها محمود طاهر وراح دعم بقى اسامي كتير ومش عارف ايه فانت رحت عملت نفس اللي عمله وقتها محمود طاهر دلوقتي، بس بفلوس اكتر بكتير وباسامي نجوم ما بتلعبش كوره. ترجي النهارده الباك رايت اللي هو الواد الفكر اللي هو كيتا ده مع تريزيجيه، على الرغم ان تريزيجيه كان متفوق عليه الكوره في الشوط الاول، الصراع البدني اللي بيعمله معاه ده مش موجود في حد في الاخر، مثلا اليو ديانج وشويه ياسر ابراهيم. محمد هاني مثلا على الرغم موجود في الاهلي بقاله سنين سنين سنين، الا ما عندوش الحميه دي. لعيب مؤدب جدا وشيك جدا ومتربي جدا، بس دي مش مواصفات لعيب كوره يعني، دي مواصفات بتبقى مواصفات عريس مثلا، انما مش مواصفات لاعب كوره بيلعب في الاهلي 300 ولا 400 ماتش. احمد عيد اللي انت تعاقدت معاه اللي ما لعبش نفس الكلام، احمد رمضان بيكهام نفس الكلام، كاموتش اللي ما بنشوفوش نفس الكلام. الاهلي فضي يعني، الاهلي لما جيت ابص على الدكه احنا هننزل مين؟ سيبك من الاسامي كاسامي، فين الخبط اللي بيخبطوا اكرم في ماتش، في لعيبه في لازم تبقى موجوده في ال 11 لعيب اللي بيلعبوا في الملعب بيكون بيخبط ويضربوا، مين ده؟ فين اكرم مثلا؟ مفيش. فين رامي ربيعه في الدفاع؟ حتى رامي ربيعه على رغم كلامنا عليه على مستواه على مدار سنين، الا انه في حاجه شبه الاهلي. انما انا بحس ان نتفرج على الاهلي انا ممكن نتفرج على فرقه في الدوري وعندها نفس الاسامي على فكره، ولعيبه عندها كوره كويسه. البؤس اللي ظهر في الاهلي اخر ربع ساعه مثلا بتاع بن شرقي وزيزو مع بعض ده وتريزيجيه بعد ما شطب بدني، تحس ان هو دي ممكن تكون فرقه عادي يعني، ممكن تلاقيها سيراميكا مثلا، ماشي، تلاقيها زد.
الحمقى دي مش موجوده. الاهلي لما اللعيبه دي طلعت بره الجيم كده او بقت خلاص فاضيه، الفرقه فك خالص يعني، مفيش حد من بره يزعلها. وليد صلاح الدين والله شخص مؤدب جدا ومحترم جدا، بس في كده حته كده. محمد شوقي يعني هتحس محتاجها. محمد شوقي المدير الفني دلوقتي اللي زد، كان عنده الحته دي لما كان مع كولر، في حزقه كده، في حميه كده، ما حتى في عدم وجود الجمهور اللي بيتحمل نسبه كبيره من خروج الاهلي على المشهد اللي حصل في ماتش الجيش الملكي. لما انت حذفت الازايز اهو دلوقتي، انت لعبت ماتش الترجي بدون جمهور خلاص، والجيش الملكي الموجود اهو في سيمي فاينل. فيعني رميه الازايز دي ما كانش ليها لازمه، ونابعه من ان انت ما عندكش يعني دي مش حاجه كنتش عايز اقولها طبعا، بس ما عندكش هويه معينه في المدرجات متوارثه. بس دي مشكله كبيره بنتكلم فيها بعدين يعني. فانت على الخط كمان، ما بقول لك ما عندكش محمد شوقي زعيق مثلا، محمد شوقي سخونيه سيد عبد الحفيظ على الخط. بحس ان الاهلي اشبه مش بنادي، هي فرقه. فرقه فيها اسامي كويسه، بس هي فرقه كوره، مش نادي بقى في واحد بيخاف من مدير الكوره وسيد عبد الحفيظ لما كان بيعدي العيال بتخاف منه، وارجع الماتش ده احمد الشيخ في 2015. ما عندكش مدير فني على الخط، على قد ما كولر كان يبان لك هادي، بس كان عرباجي مع اللعيبه. وخلي بالك ده مطلوب في الانديه الكبيره. في لعيبه معلش انا أصل لعبت كوره فعارف، في لعيب ما بيحبش تسمع شتيمته وان انت تتسف عليه، او انت تقل ادبك عليه كمدرب عشان يلعب كوره. مصطفى البدري كان بيعمله في 2012 مع بعض اللعيبه في الاهلي، كان مطلوب. ده الاهلي افتقده. فالاهلي افتقده، عد بقى معايا، الاهلي افتقده في المكتب في الاداره، وافتقده على ارضيه او بره الخط بقى، جهاز فني ومدير الكوره والكلام ده، فافتقده كمان في الملعب. فتحس ان الاهلي النهارده عادي يعني، الماتش مثلا ده والله لو كان مثلا نص ساعه كمان عادي، الاهلي ممكن يجيب جون ويخش فيه ثلاثه، الاهلي يجيب جون وجونين يخش فيه اربعه. هي خلاص انت بقيت في ايه، حجز دوره رمضانيه، ما بقتش فرقه كوره فيها نظام، فيها بغض النظر كمان انت في اخر الماتش انا ما عرفتش مين بيلعب فين يعني. فعشان كده ماتش زي النهارده ده كنت اتمنى نبدا مثلا لو عايز الحق حاجه مروان عثمان، ليه؟ لانه بيجري في حته بقى بيحزق يعني. دي مطلوبه في ماتشات، خلي بالك ممكن تبقاش قوي كوره، بس عندك الحميه دي. وكان بيقولها وائل الجمعه دايما، قال لك انا ما كنتش احسن لاعب في افريقيا يعني، ما كنتش احسن مدافع في افريقيا كامكانيات، بس كنت بدوس على نفسي. القوه دي زي الحاله اللي عاملها الزمالك بالمناسبه في، او معتمد جمال عاملها في الزمالك دلوقتي، هي دي تجيب بطولات. خلي بالك حتى لو انت بتخطط غلط. فتخيل انت بتخطط غلط وما عندكش حميه، ومش نافع في حقوقك اللي بره الملعب مع اتحاد الفريق، ما بتعرفش تاخدها، ومش عارف تاخد حق ولا باطل مع اللعيبه، وانا هخصم 30% و40% والكلام اللهتم اللي بيبيعوه لك ده، والوهم اللي بيبيعوه لك، وفي الاخر برضو طلعت. والمانشيت او التايتل اللي كانت كاتباه قناه بين سبورتس هو الملخص: الترجي لاول مره في تاريخه بيكسب الاهلي جوه القاهره. ده يليق بيك يعني، يليق بيك بقى بشويه الجهله اللي حواليك وبعدم التخطيط. ده موسم يليق بالاهلي، وما اتمناش نخسر الدوري. بس هو الاهلي كان في حاجه يطلع بموسم صفر في مره عشان نفهم احنا ماشيين غلط. واتمنى والله العظيم في نهايه الموسم ده ان شاء الله باذن الله كده ندي العيش لخبازه، واللي عجز يقعد في البيت، واللي ما بيعرفش يخطط يقعد في البيت، وشويه مش عايز اغلط برضه، بس شويه اللي هم ايه، اللي هم موجودين جوه النادي عشان احنا بنشوفهم بنفسنا يعني، موجودين جوه النادي لمجرد ان هم اصحاب فلان او معرفه فلان، يبعدوا خالص خالص عن المشهد خالص، مش عايزين نشوفهم تاني خالص. ونبدا نخطط انا عايز اعمل ايه الثلاث اربع سنين الجايين. ليه بقى؟ علشان لما تخرج من الترجي وما تاخدش افريقيا دي كل سنه، على رغم انت واحد من اكتر انديه اللي في افريقيا اللي بتصرف فلوس، بل ممكن تقول اكترهم كمان، احنا بين اكتر من بيراميدز، وتخرج بالمشهد زي ده، لا يبقى احنا فشله. فنخطط بقى، تعالى نعيد بقى من اول وجديد. اللي ملوش لازمه يمشي، اللي اصل صاحب فلان وعلان ده يمشي يقعد في البيت، احنا مش عايزين منه حاجه. الاهلي ما بيطلعش مرتبات شهريه عشان حضرتك كان ليك تاريخ مع النادي الاهلي، لا انت كان ليك تاريخ مع النادي الاهلي وخدت فلوس على ده خلاص يعني، احنا خلصنا، خدت فلوس وشهره. فسيب اللي يعرف يدير المشهد يدير المشهد. مش عايز يبان الفيديو ده ان انا بطبل لحد بعينه، بس انا عايز اشوف ياسين منصور رئيس النادي الاهلي يبقى يتحكم في كل امور جوه النادي الاهلي، لان انا شفته وهو رجل اعمال ناجح وهو محب للاهلي، فعايز اشوفه لما هيمسك الامور كامله هيعمل ايه. محمود طاهر لما فشل في 2015 وبدا يفهم ان اللعبه غير ان انت تبقى راجل اعمال شاطر، تحتاج تبقى رياضي كمان شاطر، وبدا يستعين باسامي معينه، بدات العجله تدور، ووصلت لافريقيا 2017 فاينل قدام الوداد. وكان حسام البدري بيقدم احسن كوره، بغض النظر مش عايز حسام البدري يرجع يعني، بس كان بيقدم احسن كوره في افريقيا، واتظلمنا قوي قدام الوداد ان احنا ما نكسبش البطوله دي.
سيب المشاهد، سيبوا الاهلي اللي يفهم في الاهلي، مش انا بحب الاهلي اكتر فانا ابقى موجود جوه النادي الاهلي. على فكره انت ممكن تكون بتحبني بس بتضرني. والاخيره بقى واخر حاجه خالص، آه، هترجعوا الاهلي اللي بيفهموا على المستوى الاداري وعلى المستوى الفني وعلى المستوى اللعيبه. في اسامي كويسه جدا والله ومفيده جدا للانديه اللي كانت ممكن تبقى فيها، انما في لعيبه شيك وكل حاجه بس مش بتاعه الاهلي، والله ما بتاعه الاهلي خالص، ولا عمرها كانت بتاعه الاهلي، ولا على مدار 30 40 سنه اللي فاتوا دول احنا شفنا نماذج. يعني انت ممكن تبقى حريف بس نعمل بيك ايه لو انت مش منتج للفرقه. انت ممكن تكون بتشوط كويس، تكون بترفع كويس، بس انتاجيتك للفرقه عامله ازاي؟ فاهم من كل ده كمان انت محتاج تحل مشاكلك. السيوله الدولاريه اللي انت هتعيط عليها كمان شويه دي، تقول انا السيوله الدولاريه دي بقت معايا كده ليه؟ بقيت ما بقاش معايا فلوس ليه؟ عشان ترجع اخر 8 9 سنين ال 15 او ال 18 لاعب افريقي او الاجنبي اللي انت جبتهم وفشلت فيهم. واستنوا حلقه انا اجلتها كتير قوي قوي قوي، بس انا هنزلها ان شاء الله الاسبوع الجاي. الاهلي صارف اكتر من 13 14 مليون دولار في صفقات فاشله على اخر 8 9 سنين. ده رقم كبير قوي قوي قوي. انت بتكسب افريقيا، بتكسب كونتيننت انتر كونتيننتال، فكانوا بيعوضوا معاك الكلام ده. انت دلوقتي بتخسر افريقيا ومش هتلعب انتر كونتيننتال ومش هتلعب سوبر افريقيا، فما انت ما عندكش الدولار ده، فانت هتعمل ايه؟ هتصرف على الفرقه ازاي؟ ولا هتحتاج تعمل فرع خامس ولا سادس عشان تبدا تصرف على الكوره؟ ما اعرفش. بس حاولت على قد ما اقدر اكون بني ادم شيك في الكلام، بس الحقيقه من اسوأ مواسم الاهلي الاداريه والفنيه والخططيه وهزيمه النهارده تبروز ده كله.